كنعرفوا على التخدير الموضعي واستعمالاته الطبية. السلام عليكم. معكم الدكتور محمد الزبير، اخصائي في الانعاش والتخدير. الطريقه اللي شفتوا معنا اليوم في مصحه بن سينا الدوليه بطنجه هي طريقه لتخفيف الالم. الوغ هاد الطريقه هذه الحاله اللي شفتوا معنا اليوم هي الحاله ديال واحد البنيته عندها 13 عام، اللي عندها الم في الركبه ديالها. هاد الالم هذا ما بين المراحل ديال العلاج ديالو خاصها الترويض الطبي. باش تقدر دير هاد الترويض الطبي هذا خاصها ما تبقاش تحس بالحريق، حيت ما كيخليهاش دير هاد الترويض الطبي بطريقه صحيحه، وبذلك غادي تعطل عليها العلاج. الطريقه اللي درنا حنايا واللي كنديرو في مصحه بن سينا الدوليه بطنجه هي ديال كنديرو واحد الكاتيتير كيتسمى كاتيتير بيرينيرفو، واحد الكاتيتير كيدار حدا العصب ولا حدا لو نير ديال الركبه، باش كيبقى يدوز فيه الدواء اترافيغ واحد لا بومب عن طريق واحد المضخه اوتوماتيكيه، هي اللي كتشوفوا في الاخر ديال لا فيديو، اللي كتبقى تخلي الدواء ديال الحريق كيبقى يدوز، ولا التخدير كيبقى يدوز بطريقه اوتوماتيكيه لمده تقريبا 48 ساعه. دونك في هذه المده هذه المريض كيقدر يدير هاد الدواء هذا، كيبقى يدوز بطريقه اوتوماتيكيه، كيخليه باش يدير الترويض الطبي ديالو، وكتساهم باش بتسريع العلاج. هاد التقنيه هذه ما كتخصصهاش غير الناس اللي عندهم الالام في المفاصل، كنقدروا نديروها حتى لي مالاد اللي كتكون عندهم شي اوبيراسيون ديال جراحه العظام والمفاصل، بحيث كما كنعرفوا كاملين خصهم يديروا واحد الحصص ديال الترويض الطبي. ما كتكونش هاد القضيه هذه كتقدر دير هاد الترويض، ما كيقدرش يدار بصفه كيدير بطريقه مزيانه الا كان الالم. دونك كنقدروا نديروا لهم هاد العمليه هذه باش ما كيحسوش بالحريق كاع من مور العمليه. هاد التقنيه هذه كتخلي بان الماده المخدره كدوز بطريقه مستمره اترافيغ واحد المضخه، واحد لا بومب اللي المريض كيقدر يديها معاه للدار، يعني كيقدر كاع الوقت، ماشي بالضروره انه بالمده اللي غادي يكون فيها كيدير الترويض اللي غادي يكون عندنا في المصحه نديروا له الدواء. بالعكس كيقدر يبقى هذا الدواء هذا كيدوز المده بطريقه مستمره اللي كتقدر تمشي حتى ل10 الايام.